للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة. القتل بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع من نفسه، هو مسطور في كتبهم، هو مكتوبا في أمهات عقائدهم. هذه عقيدة اللي بيعتقد هذا القرآن كامل وما في قرآن عندهم كافر، هم اللي كفروا. اللي يقول اللي يحبوا الصحابة عندهم كافر، ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن، اللي ما يلعن، يعني أنت ما حبيت أبا بكر، ما حبيته، أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تهتز منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقل من الإيميل، لأنه جاء مدد من المهدي. إننا سنظل في هذه القناة وفي غيرها ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن كتاب الله. هذه البدعة الجديدة والخبث الجديد اللي جاءوا به باسم قراءة يتماكى على آل البيت، وهو أشجع منهم وهو أعلم منهم الذين هم ورواة هذه القراءة. أتحداه، وإذا كان أدنى أنا أحكي عن أدنى وعلى غيره وعلى أقرب وعلى أعلى. أنت قلت 100 مليون، والله $1,000,000 لمن يأتي برواية متواترة عن آل البيت تخالف هذا الكتاب. كذابون أفاكون يريدون أن ينالوا من هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا، على ذلك الفعل. لذلك فنحن بدورنا نستنكر هذا الفعل بشدة، ولا نقبل، بل لا نقبل حتى بسب الصحابة، وهذا الفعل لا يقبل به الإمام أحمد الحسن. لذلك نطالب من الأخوة الشيعة فعلا الذين يحبون أهل البيت أن يترفعوا عن هذه المسألة، أن يترفعوا عن هذه المسألة، وأن الذين يسبونهم فعلا لا يمثلون الشيعة في شيء. الشيعة هم أخلاق أهل البيت، أهل البيت سلام الله عليهم هم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك فكل من يخالف أهل البيت في أخلاقهم ليس من الشيعة ولا يعتبر من الشيعة. ولذلك أنا بدوري من هذا المكان باسم الإمام السيد أحمد الحسن أقول أن هذا الفعل غير مقبول، بل أن هؤلاء فسقة، وأن سب الصحابة لا يقبل ولا يرضي الإمام أحمد الحسن عليه السلام. لذلك أنبه على هذه المسألة وأحث الأخوة جميعا أن يلتزموا بذلك. هذا بالنسبة لما رأيناه، وفعلا هو يعني فعلا مشين. يعني الإنسان يعني المفروض يعني يترفع يعني عن هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي والمستوى يعني دا أعلم يعني. إيه سؤالي الآن، بلغنا وأنا التثبت، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا. هذه بقى قراءة حلوة، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أنا أرجوك أستاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح. هذا الكلام أستاذ عدنان لا يصح. هذا الكلام حسبي، لا أقبل بهذه الإهانات، لا حول ولا قوة. لا أقبل. أنت رجل دين، أنت رجل دين والناس تسمع. هذه صفات لا أقبل أن تطالب. أستاذ محمد، هذا الكلام لا أقبل به. أنت في مناظرة علمية. لا أقبل به. أنا لا أقبل به هذا الكلام. شيخ صادق، يحترم مقدسات. أنا جالس هنا في مناظرة علمية. والرجم بالأنبياء هذه. أيها المسلمون، والله ما فعلت ذلك إلا عمدا وما أسأت الأدب. سألته سؤال، فالتمتع عندهم سنة شرعية، فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أرجوك رجاء، أنا ما هذا الكلام ليس مدار البحث، وأنت تقول أنا أبو مدار البحث. أنا لا أقبل أنت تقاطعني عندما تخرج، وأنا من حقي أن أقاطعك عندما تخرج من هذا المسألة. تفضل يا شيخ، تفضل. أنا لا أقبل هذا الكلام. خليه برا، عايز يهديك، عايز يهديك يا شيخ صادق. كل سبب العلة. أيوة هنسمع العلة بس، هنسمع العلة. تفضل. أيها المسلمون، أرأيتم حميته لزوجة المهدي؟ أقل ما أقول ربما يكون مسلم بس مجنون. أرأيتم وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا،
أنا قلت له مارس فريضة عند عدنان، لا تقاطع، لا تقاطع، ما اسمح لك، ما اسمح، انا ما لا ازاي انا ما اسمح، يعني أنا ما تسمح أسمح. بسبب لا يخرج، لا يخرج، لا يخرج، يخرج عن نقطة البحث. أنا مناظرة، لا خارج عن نقطة البحث. لا خارج عن نقطة ما البحث. عندك من ادوات. لا خارج عن نقطة أستاذ محمد، هذا الكلام هذا تهرب. أخوتي الكرام، هذا هروب، هذا هروب من المناظرة. هذا هو يعلم هذا تهرب من المناظرة. هذا هروب. المحور المناظرة محور علمي، هذا هروب من المناظرة. اسمعوا يا أخوان. نعم. اسمع التعليل يا شيخ صادق، اسمع التعليل، تفضل. أنا طرحت سؤال استبياني، لم أتهم معاذ الله، والله لو أخر من السماء ما أتهم. أما مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار، يا ليته ثار. ليس لنا علاقة بهؤلاء الذين نحن يا ليته ثار، لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوقت الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة، فجلس هكذا. والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن، لأنكم ما بتحضروا المقاطع. جلس هكذا وقال إمامنا المهدي، دقيقتين أتكلم. إمامنا المهدي منع، لاحظوا، إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة، لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار، وأنا ما قلت يأتي بأمر شرعي، صار وغضب وزمجر. أما على أم المؤمنين فما رأينا زوجة سيد البيت، قلنا قولنا فيها الذي أدعى أمير المؤمنين، وانتهت المسألة. وقعت في فخ يا سيد صادق، وقعت في فخ. أي فخ وقعت في أستاذ محمد؟ أيوه أي فخ. نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه.